غادي ندوزو لكلمات رئيسة مؤسسة دانا للصحافة والمواطنة الأستاذة نادية الصباح. في لحظة وطنية تشبه بزوغ الشمس عند الفجر، نقف اليوم جميعا لنحتفي بميلاد عيد جديد في الرزنامة الوطنية، عيد اختاره مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ليكون عنوانا فاصلا في مسار المغرب الحديث. هذا المسار وهذا المنعطف التاريخي مهم جدا عاشته قضيتنا الوطنية عقب صدور القرار الأممي 2797 الذي أثبت بشكل حاسم الموقف المغربي داخل المنتظم الدولي، وكرس ما كان المغاربة يؤمنون به دائما: الصحراء جزء لا يتجزأ من الوطن. وبهذا العيد الذي أبى جلالة الملك المفدى إلا أن يجعل منه رسالة، والرسالة عهد، والعهد وعي جماعي يربط بين السيادة والوحدة، بل أكثر من ذلك تلاحم بين العرش والشعب والوطن. واليوم نحتفل معكم بقرار عيد الوحدة، نجد أنفسنا أمام معنى آخر للوحدة، وحدة القلوب. فكما المغرب واحد في ترابه، واحد في ولائه، واحد في إيمانه الراسخ بأن العرش والشعب وجهان لعملة واحدة نادرة هي المغرب وكفى. حضرات السيدات والسادة، يتزامن هذا الاحتفال أيضا مع عيد المسيرة الخضراء المظفرة ومع عيد الاستقلال المجيد، محطات هي مغرب الأمس واليوم، وأما الوحدة فالآن وغدا. ملحمة كتبت بمداد الذهب تحكي قصة وطن لا ينحني ولن ينحني. وهذا يشار حيث وجبت الإشارة أن إعادة تنظيم مواعيد الخطابات الملكية وربطها بإيقاع سياسي جديد يعكس هندسة تواصلية دقيقة، هندسة تأذن بولادة اتجاه جديد ورؤية جديدة وخطاب جديد لمغرب الغد، مغرب أكثر قوة، أكثر وضوحا، وأكثر رسوخا في محيطه الإقليمي والدولي تحت السدة العالية بالله مولانا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. واليوم بكم وبكن أيها الشعراء الملهمون، أيها الحضور الكريم، سنحتفي بالكلمة وبقلوب يملأها الفخر والاعتزاز وبأصوات ترتفع للسماء لنقول جميعا: عاش الوطن، عاشت الوحدة، والسلام عليكم.